علق فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على إعلان الملك محمد السادس في رسالته التي تمت تلاوتها على هامش حفل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بكيغالي روانديا ترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال، قائلا إن ذلك يأتي في نفس مجال خارطة الطريق لتطوير مواهب الشباب الإفريقي بشكل عام. وأضاف القجع أنه كما جاء في الرسالة الملكية فتنظيم هذه التظاهرة هو ما سيمنح للفضاء المتوسطي لأوروبا وإفريقيا فرصة لوضع اللبنات الحقيقية لنمو شامل طالما شهدته الحضارات في الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. وعن منح الكاف جائزة الإنجاز المتميز للملك محمد السادس، قال القجع: منح جلالته الملك هذه الجائزة الاستثنائية هو اعتراف حقيقي بالمجهودات والتصور والاستراتيجية التي وضعها الملك منذ اعتلائه العرش، هو تصور لتطوير الشباب عامة سواء في المغرب أو في إفريقيا، ووضع كل الظروف الملائمة لإبراز مواهبهم. هي الفئة التي طالما كان الملك ينادي بإدماجها في التنمية الشاملة للبلاد. وتابع القجع: تصور جلالة الملك يتمثل أيضا في تطوير الرياضة وكرة القدم خصوصا بفضل البنيات التحتية التي دشنها الملك في عديد المناسبات. المطلوب هو أن نكون في الموعد وفي مستوى طموحات الملك من أجل أن يتبوأ المغرب المكانة التي يستحقها، وهي الريادة القارية ولملا العالمية. وقال الملك في رسالة بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي منحت لجلالته بالعاصمة روانديا: أعلن أمام جمعكم هذا أن المملكة المغربية قد قررت بمعية إسبانيا والبرتغال تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030.